الناس اللي مقضيها في الاعلام ان مصر ما فيهاش مواهب، ولما منتخب بيخسر بنقول اصل المواهب قلت في مصر. موهبه اهي، ميسي، ليونيل ميسي على صغير، مصري الجنسيه، وما كملش 10 سنين، فعايزين نلحقه ولا ايه الدنيا؟ ولا يشتغل سواق توك توك، او مع احترامي لسواقين التكاتك بس قصدي مستقبله يضيع يعني، ولا ايه الدنيا؟ يشتغل اي شغلانه وكده وموهبه زي دي تروح مننا؟ ولا لو كان في اوروبا ده اصلا كان زمانه دلوقتي ريان شرقي مثلا اللي بيلعب في مانشستر سيتي، كان زمانه دلوقتي مثلا ايه، كان زمانه اي حد من اللعيبه اللي هم الصغير، لامين يامال مثلا. اتفرج يا عم بيعمل ايه بالكوره يعني. الواد ما كملش 10 سنين، وممكن ما يكونش كمل 8 سنين. انا في فيديو معمول لي فيه منشن، بصراحه شفته متاخر، ولكن يستحق ان انتوا تشوفوه بصراحه. انا يعني انا كل اللي انا بعمله ان انا بحط عينك على حد او على لاعب يستاهل ان هو يتشاف، والعيل ده يستاهل ان هو يتشاف. انا ما اعرفش اسمه ايه، ما اعرفش هو منين، ما اعرفش ايه دنيته، بس بيعمل حاجات بالكوره يا جماعه. اقسم بالله في لعيبه في الدوري المصري في الاهلي والزمالك بتاخد ملايين ما بتعملش ربع كده. ده اللاعب اللي يحل لك عقده، ده اللاعب اللي يحل لك ماتش، ده اللاعب اللي يكسبك بطوله. جماعه المواهب يا جماعه، المواهب يا جماعه، نتقي الله في المواهب والكشافين وننزل ندور يا جماعه الخير. واد زي ده بيتحرق في الحجوزات، وابوه بيوديه عشان يلعب كوره، عشان يتفرج عليه، وبيحاول يصوره وبيحاول. فانا عملت اللي عليا، فانت تعمل اللي عليك بايه؟ تعمل شير للفيديو دوت، وتعمل منشن لاي حد ممكن اللي هو يساعد الواد ده. من الاخر انت شايف قدامك، انا بتكلم من القلب. عيل سافل كوره، عيل معجون كوره، ايه ده؟ طفل يا جماعه، ده طفل، ده طفل اقسم بالله. ده مين علمه الكلام ده؟ مفيش. لو بيلعب في نادي انتوا قولوا لي يعني، انا لو حد شاف الفيديو دوت يعرف الطفل ده، لو بيلعب في نادي يقول لي يا عم، ده انا النادي ده ارفع له القبعه. بس دي موهبه، محدش شايف المواهب في مصر. اتفرج على المواهب الحقيقيه اهو قدامك.